جئت لمصر. النهارده معانا قصة جميلة جدا. مستشفيان من المنيا عاد مبلغ 6 مليون ونص، يعني من مستشفيان في المنيا عاد مبلغ أكتر من 6 مليون ونص، يعني في قصة جميلة جدا ومميز جدا. الأستاذ نبيل محمود والأستاذ الحسيني الأستاذ أبو الحسن عبد الحميد، طبعا نموذج مميز في تقديم الشكل جميل ومميز جدا. طبعا نظهر من خلالهم على قصتهم. هيكون معانا طبعا ابطال الاسعاف اللي هيكلمونا عن الحادث والمبالغ اللي بيقولوها. اهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا بحضرتك. ابو الحسن عبد الحميد. ابو الحسن، ممكن تتكلم عن الحادث والمبالغ اللي لقيتوها، كل التفاصيل، اتفضل اتكلم. الحادث انا بلغنا حادث امام اسعاف بن حسن طريق الجيش، طريق الوسط، مدخل طريق الجيش. فاتجهنا لمكان الحادث، وجدنا 4 مصابين. في سيارة بن حسن خدت 2 مصابين، منهم متوفي، طبعا خدنا 2 مصابين التانيين. طبعا فيهم واحد واعي وكويس، يعني ممكن يتكلم ويتحرك معنا. طبعا جال في شنط من تلك ألف عايزين يجيبوها لنا معانا. خدناها معانا أثناء. طيب خلي بالك دي الشنط دي فيها مبالغ مالية وفيها ذهب. ممكن تعالى صوتك سنة؟ كده؟ كمل. قلنا خلاص فعلا خلينا الشنط. طبعا اهم حاجه عندنا قد المصاب الاول. العمليات دي ماشي ليها اهميه، بس مش دي ماشي ليها اهميه، بس مش بجد اهميه المصاب. تعاملنا مع المصاب لحد ما وصلنا المستشفى، الاسعافات الاوليه، دخلنا المستشفى، عملنا له اشعاعاته وتحاليله تمام التمام. وبدانا طبعا الاهالي بدأت تيجي. هو طبعا من أسيوط، مركز درونكا أبو تيج، مركز أبو تيج. بدأ أهليته يجوا، طبعا جي ابنه وعمه وابن عمه. فطبعا قلنا في عمليات لازم تتسلم، فما نعرفش العمليات دي قدرها قد إيه أو هي كام، ولكن طبعا ما ينفعش احنا نسلمها كده عشوائي. فدخلنا مكتب المدير الطوارئ الدكتور احمد الطيب، واستدعينا طبعا السيد المشرف القطاع، وبدانا نحرر محضر تسليم العمليات. طبعا العمليات ما كناش متوقعين بالقيمه دي كلها، فربنا اكرمنا وطلعنا العمليات، وبدا هو يعد عملياته ونعدها معاه وسلمناها له في امان. تمام. اهلا بيك. عرفنا بحضرتك. عرفنا بنفسك. عبد الحفيظ، قائد سيادة الإسعاف. ايه اللي حصل بالظبط يا عم نبيل؟ اللي حصل حضرتك احنا انتقل بنا من غرفه العمليات المشرف الغرفه الاستاذ محمد سعيدي، وتم الانتقال لمكان الحادث. فطبعا وجدنا المصابين موجودين في السياره، 2 مصابين. تم نقلهم الى سيادة الإسعاف. فكان في من ضمنهم شاب كده كان يعني في وعيه. اول ده يعني في شنطه وفيها فلوس وفيها ذهب، بس القيمه طبعا دي ما نعرفش. فعلا تم نقله من السياره وبعمليات الشنطه بتاعتهم، وانتقلنا الى مستشفى مدني تخصصي. وبعد تسليم المصاب للمستشفى بعد كل الاجراءات الخاصه به، تم تسليم الامانات لابن المتوفي في مكتب الدكتور مدير الطوارئ الدكتور احمد، وكان حتى مشرف القطاع الاستاذ محمد عبد الباقي. وتم تسليم امانات الماليه والمصروفات الذهبيه لابن المتوفي. يمكن حوادث كتير انتوا عشتوها طوال حياتكم يوميا، هل لقيتوا اكيد بالفعل مبالغ ماليه زي كده؟ بس مش الكميات دي. مش الكميات. كميات بسيطه. بس بالنسبه لنا مش كمان احنا كميات بسيطه زي كميات كبيره، كلها دي امانات. انا عايز 10 معدل تسلم الامانه، يعني
الاحساس ان انت حاسس ان انت بتسلم الامانه، وخاصه ان الامانه كبيره، يعني الرقم كبير وانت حضرتك لا بالنسبه لي انا فخور ان بيسلم مبلغ زي ده، يعني مستحيل يواجه مع شركه يعني هو مش 6 مليون، هو المبالغ الفلوس الورقيه 2 مليون 600 وشويه. لكن باقي القيمه دي هي مصروفات ذهبيه 830 جرام ذهب. دي اول مره حضرتك، دي اول مره نشوف المبالغ دي. اول مره توصلوا دي تقسيمات لا احنا كده جنيه زي يعني مره هي اول مره اشوف رد فعل اهل الضحيه لما انت والله رد فعل الضحيه طبعا ابني متوفي كان في حال الظروف، لان طبعا والده متوفي ومعاه امانات كتير وما اعرفش امانات فيه، ولكن مش بالشكل. لا طبعا يجي بيسالني قلت له امانتك موجوده في عرضيه الاسعاف ما تقولش من تمت ولا اعمل صوم حاجه يعني قعدنا كده في المستشفى وهدي شويه، وطبعا خدنا الحمد لله احمد الدكتوره بالشهور بتاعتهم، وتم طبعا رفع الشهر تمام التوفي، وتم تسليم طبعا الجزئيات واعطاء موقف الهيئه والمسؤولين معاك. موقف الهيئه بصراحه هو موقف فخور جدا، وكنا فرحانين بيها وفخورين بيها جدا. احنا يعني انت على مستوى الجمهوريه اول ناس على مستوى الجمهوريه سلموا المبلغ بالوضع ده. مبلغ كبير زي ده ممكن يغري؟ بالنسبه لي احنا ما يغريش. بالنسبه لي ما تغريناش. احنا الحمد لله احنا اهم حاجه شرف الامانه. يعني الجمعيه 5 من 10 ما بيفكر عليها. هي كلهم في عوائز، كلهم في فلوس، كلهم في امانيات. توقيت الحادثه كانت توقيت حادثه ايه اللي حصل؟ انا خدت البنات بالظبط في حدود الساعه 5:30 وكان بالظبط فين المكان؟ احنا شغالين في مستشفى كمين باشا الصحراوي الشيخ. خدت بالي من وفد عماد الاستاذ مشرف الغرفه الاستاذ محمد حميدي، وتوجهنا على الفور المستشفى الحسن الى مكان الحادث، وفعلا تم طبعا تعامل مع المصابين ونقل رساله الاسعاف نقل امن، وتم طبعا جبنا راتب معانا في سياره وتوجه للمستشفى. طبعا تم كل حي بالنسبه للمصاب، وتم تسليم امانات للاهل. قال لي فيها فلوس والله كله كان بيتمنى انه يبقى في شرط وذهب بس هل كان كلمه توجهها الناس اللي هو رد يا بيت اهم حاجه شرف بس ان في والواحد طبعا يعلم ازاي الامانه يعني دائما وسال عنها. الحادث كان فيه الاب والابن ومين تاني؟ لا كده الحادث كان هم كانوا 4 كانوا هم على واحد طبعا اولاد عم، لكن الانسان اللي مد ابن التوفي ده ابن بناتهم انت فخور طبعا ولا الحمد لله يعني ولادك ما يفتحش غير لما نخلص واجراء ده كله للمصاب او الدخل الجزء وبعد كده نبدا يكون اهليه المصابين دول جو يعني عن طريق الشغل او عن طريق المبلغ زي ده ما بتحاولوش تفتحوا ولا تعرفوا ايه التفاصيل اللي جواه؟ ما كنتوش متوقعين فتحناه لما اهليته جت. ما كنتوش متوقعين المبلغ ده كله؟ لا طبعا عارفين ان في مبلغ بس ولما جبت المبلغ 6 مليون وزياده ما تغرطوش يعني بالرقم كبير؟ مش هينفع الواحد الفلوس بالنسبه له الحمد لله. انتوا الامانه ده عندكم رقم واحد. دي سمه الاسعاف مش بقول لك مثلا سمه مصر، سمه الاسعاف بالذات. حوادث كتيرة بتعدى علينا ومواقف كتيرة بتعدى علينا، كل حاسس ان كل موقف يمكن يكون ده اصعب موقف عليك ان انت الامانه كل اهل اكيد طبعا بس انا ايه الرساله اللي ممكن نوجهها لحد في حفظ الامانه؟ شرف الامانه السائق اللي معايا هو اللي عند اي شخص لماتي ما جيت الوصيه ممكن تمشي صعبه جدا. قلت له ما كانش يفرق معاه رقم جديا، مش فارقه معاه. الرقم ما بيفرقش معايا، انا بيجي الامانه والمليون الامانه ماشي فجينا سنوات امانه صعبه والمليون سنوات امانه صعبه. اول مره دي تلاقوا فيها امانه ولا مش اول مره؟ لا احنا بنيجي امانه على طول، بس هو المبلغ كان ضخم شويه يعني ما كانش حد متوقع ان المبلغ ده موجود مع الناس. ابن الضحيه لما سلمتوا له الامانه قال لكم ايه؟
ابن ضعيف ما كانش متوقع ان الامانات بتاعت الميزانيه موجوده في جهته ما اتفتحتش في حياته. ما خلصتش والحمد لله يعني طبعا والحمد لله طبعا شكرا لله طبعا بفضل ربنا والدكتور موجود طبعا في شرف ابن الدهية حتى بيقول ده انتوا حاولتوا كمان تنقذ ابوه، يعني حاولتوا تصرف ابوه. شيء طبيعي لازم انقذ حاجه. دي ما تخصنيش، انا تخصني حاجه انا انقذ حاجه والمبلغ يعني الموضوع بالنسبه لي ما يفرقش. عملياته المفروض مختص بالدنيا، لكن في العمليه دي مختص بيه الا هو مثلا ايه جاي انا معايا كذا. لما جاي على معانا فلوس معانا طبعا ده ما ينفعش طبعا احنا نوجد المصابين ونسيب اللعيبه هو يشيل ما يسيبش بس. والحمد لله طبعا احنا بيعرضوا عليه شكرا لحضرتك. في ناس اللي كانوا عايزين شهيدي ومتابعي موقع جيت مصر، شكرا مصر. اسمك النهارده معنا مستفاد بعد اوصلهم على مبلغ كبير اكثر من 6 مليون ونص ورجعوا لاصحابهم. شكرا. طبعا معانا مثال مشرف للأمانة ونموذج فعلا يرفع الراس. الاثنين اللي معانا دول رجعوا مبلغ يعني ثروة طائلة لأصحابها، وده طبعا ناخد الناس دي قدوة للشباب ولينا كلنا ونحذو حذوهم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.